لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم، اسود على كل ظالم. هذه المقولة هي أحد أروع ما قيل في فن الواو على لسان رائد هذا الفن أحمد بن عروس. انتشر هذا الفن في صعيد مصر في عصر المماليك، وهو فن شفهي غير مدون تحفظه صدور رواته ومحبيه، وهو نمط تعبيري قولي يعتمد على اللغة الشعبية كأداة للتشكيل الفني مع الإيقاع الموسيقي المحدد، وذلك بعدما تجاوزت اللغة الشعبية أداة هذا الشعر حدود القواعد النحوية الإعرابية والصرفية، بالإضافة إلى خاصية مجهولية المؤلف. فن الواو هو رحلة في ذاكرة أهل الصعيد يعكس حياتهم اليومية وعاداتهم وتقاليدهم ومفاهيمهم ومعتقداتهم. ويعتمد فن الواو على نظام الشذرات الأربع التي تكون بيتين شعريين ولها نسق موسيقي خاص، وبشرط أن تتحد الشطرتان الأولى والثالثة في نفس القافية، والشطرتان الثانية والرابعة في نفس القافية المغايرة لسابقتها. كما يعتمد هذا الفن على التجنيس، أي الجناس بمعناه اللغوي تماما كان أو نقصا. ازدهر فن الواو في عصر المماليك والأتراك، وكان كثيرا ما يلجأ الشعراء إلى التورية والكلام غير المباشر حتى يستطيعوا أن يفلتوا من الرقابة الصارمة التي تفرضها عصور الاستبداد، عندما يكون الفن منحازا للجماهير ضد سيوف الحكام. فن الواو فن قنائي نسبة إلى محافظة قنا، وسمي بهذا الاسم لأن الراوي كان يبدأ الرواية بقوله: وقال الشاعر، وتكثر واوات العطف هذه، فأصبحت لازمة لابد أن تقال، وصارت سمة مميزة لهذا القول. كما تكثر واو العطف في هذا الفن. ويعد أحمد بن عروس وعبد الستار سليم أشهر رواد ومؤسسي فن الواو. زينة الكلام مدح طه، والمدح زينة البداية. زينة الكلام مدح طه، والمدح زينة البداية. فرش الجوالة وغطاها سيرة رسول الهداية. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية، وبنكمل فقرات 10 الصبح. وصلنا لفقره اسمها او كرسناها لشعر الواو. شعر الواو ده ايه وعباره عن ايه وطلع فين، وكان توريه عن ايه، وطلع في انهي حته في مصر بالظبط، وهل هو مكتوب مدون ولا يعني بيتحفظ بس؟ حاجات كتيره جدا هنتكلم فيها مع شاعرنا الجميل الشاعر امير العسيري. الاول نقول له صباح الخير. صباح الفل. اخبارك ايه؟ الله يخليك. كله تمام؟ طيبين، الله يخليك. اهلا بيك معانا. ويعني الجمهور عارف انواع كتيره من الشعر، يمكن عارف الشعر الفصحى، شعر العاميه، سمع وحفظ وردد رباعيات صلاح جاهين. حضرتك يعني الواو برضو بيصاغ في شكل مربعات، لكن عاوزين نعرف ايه تميزه، ايه هو شعر الواو؟ شعر الواو يا فندم ده نشأ في غالب في صعيد مصر على يد رائد فن الواو اللي هو ابن عروس. وكان ابن عروس كما روت السير كان قاطع طريق بمعنى صعلوك يعني، ولكن كان شعره مليان بالحكم المكثفة على هيئة مربعات شعرية. يتميز شعر الواو بأنه باستخدام المحسنات البديعية زي الجناس، كما يتميز بالحكمة والموعظة ووصف غدر الزمان وغدر الخلان. ده كله طلع من واحد قطع طريق.
سبحان الله. ولكن بعد فتره حضرتك تصوف وزهد في الحياه وتاب، وبدا ياخد برضه استمر في شغله، ولكن بدا ياخد من الاغنياء ويعطي الفقراء يعني. فكره روبن هود يعني. البعض بيروي ان ابن عروس ده شخصيه اسطوريه يعني ليس لا وجود لها، ولكن هناك العديد من المربعات التي تم نقلها عبر الرواه في العصور المختلفه عن ابن عروس، وترسخت شخصيه ابن عروس في اذهان الصعايده وفي اذهان المصريين، وساهم كتير في تشكيل الوجدان الثقافي للمصريين. وبدأ الصعايدة يقولوا فن الواو بالفطرة نتيجة تأثرهم بشخصية ابن عروس، ونتيجة تأثرهم كمان بالسيرة الهلالية التي تم صياغتها على هيئة فن الواو. طبعا قبل ظهور وسائل الإعلام الحديثة في الفترات المختلفة كانت وسيلة الترفيه والتسلية والمسامرة ان الناس تقعد في حلقات ويقولوا الشعر ويتباروا في قول الشعر. يعني السيرة الهلالية هي شكل من اشكال شعر الواو تم صياغتها في شكل فن الواو. ده يعني موجود في الصعيد بشكل خاص، مش موجود منه في القاهرة كتير ولا؟ لان يعني ما بنسمعش عنه كتير. موجود ولكن الرواد بتوعه في الصعيد، لكن يعني ما فيش تجارب جامدة نقلها لنا الإعلام من القاهرة أو من محافظات أخرى. اللي برع في فن الواو في العصر الحديث الشاعر الكبير عبد الستار سليم، اللي برضه ليه دراسات كتيرة في فن الواو وليه دراسة عن ابن عروس. يعني بيقول لك أول كلامي حصل لي علي الغزالة مشتله، واحكي لكم علي حصل لي وازرع همومي في مشتله. صلوا معايا على البدر طه النبي المكمل، هزم الصناديد في بدر وصبر لغاية ما كمل. حضرتك لو لاحظتي صلوا معايا على البدر طه النبي المكمل، هزم الصناديد في بدر. كلمة البدر وبدر دول كلمتين بمعاني مختلفة. ده الجناس اللي حضرتك كلمتنا عنه، ده الجناس التام. هزم الصناديد في بدر وصبر لغاية ما كمل. صلوا معايا على البدر طه النبي المكمل وكمل، هتلاقيها كلمتين. وده استفاد منه كتير من شعراء العامية والشعراء اللي بيكتبوا تترات المسلسلات، اللي هو استخدام الجناس التام اللي ترسخ في فن الواو. يعني شفنا مسلسلات كتيرة كان بيستخدم فيها الشاعر الكبير سيد حجاب، في مثلا الليل واخره يا وشوش يا حلوة وحشانة اتحشي روحنا وحشانة حشاكي تنسي وحشانة. استخدام الكلمة بكذا معنى ده بيدي إحساس جميل للمتلقي، وفي نفس الوقت بيحسسنا بثراء اللغة العربية برضه بتاعتنا. اللغة العربية سرية جدا. حضرتك العرب كانوا بيستخدموا الكلمة ب 70-80 لفظة، يعني زي طبعا حضرتك لو ذكرنا الليث غضنفر وهكذا، يعني فاللغة العربية جميلة جدا وسرية، يعني اللغة الوحيدة طبعا ربنا كرمها يعني. تمام، لغة القرآن طبعا. طبعا طيب هل البيئة بيبقى ليها دور؟ يعني مثلا زمان الشعر طلع في الصحراء. تمام. في ايام الجاهليه كان الصحراء شاسعه ولسه شاسعه لغايه دلوقتي فعلا. مفيش شعراء زي الطاز ولا ما عرفناش نستصلحها بس اوكي. النيل، النوبه، اسوان، الاقصر، الصعيد، صعيد مصر الجميل، هل النيل بالذات كان ليه دور في انتشار الواو مثلا؟ هو بص، النيل لا شك ان طبعا يعني من النعم الكبيره اللي انعم بها ربنا على مصر، والحضاره قامت على ضفاف النيل. طبيعه الصعيد في حد ذاته، النخيل والنيل والغيطان والبيئه الموجوده هناك بتجعل الجنوبي بفطرته يعني في شفافيه في نفسه. هي بتخلي الحجر يتكلم اصلا. جمال الطبيعه هناك يعني ما شاء الله. يعني كمان حضرتك الصعيد تميز بحاجه، ان الفتوحات الاسلاميه جت من ناحيه الجنوب، فهتلاقي هناك قبائل عربيه كتيره مترسخه، وتلاقي ترجع اصلها الى شبه الجزيره العربيه، يعني زي مثلا العسيرات اللي انا اشرف ان انا من العسيرات يعني في سوهاج. العسيرات دي عباره عن قبائل عربيه نزحت من شبه الجزيره العربيه نسبه لجبال عسير مثلا، فهتلاقي اسماء قبائل وعائلات وبلاد باسماء بطون وقبائل في شبه الجزيره العربيه. فبالتالي الناس اللي جت في اثناء الفتوحات الاسلاميه دي او ترسخت لديهم موهبه الكتابه وقول الشعر واللغه العربيه طبعا بيحافظوا عليها بالطريقه. تجد ان الناس الكبيره
بالفطره بيتكلم اللغه العربيه الفصحى في لهجته اليوميه بشكل. استاذ امير احنا عاوزين نسمع من حضرتك بقى. انا هسمعك حاجه انا كاتبها. حاجه شعر واو ولا شعر عادي؟ لا هي قصيده عاميه ولكن تم استثمار وليس استغلال فن الواو فيها في الاستفاده من الجناس التام فيها. قصيده اسمها عاشق. جميل اتفضل. بقول انا عاشق انا رحال وفي عينيكي بقول موال هواكي كل رسمالي عينيكي دنيا رسمالي ليالي الحب والفرحه وحنه وزفه بالطرحه وزيتونه امل طرحه وعش صغير ولقمه حلال وبغزل من الحنين توبي واقول يا عيني يوم توبي وبغزل من الحنين توبي واقول يا عيني يوم توبي عن السمره اللي جتلاني وشغلاني ونسياني وسيباني غريب رحال. انا درويش بمسبحتي بلف في كل حواريكي وبعتر سبحتي فرحه يا عيجه في لفه الطرحه بناتك في الغيطان سرحه بهيه وسيده وصبحه سمار الشمس عجبنهم وعجبنهم سمار الشمس عجبنهم وعجبنا وعجبنهم يغزلونا نغازلهم يغنوا لنا الهوى موال حمامك طار على دوحي وعشعش في سنة روحي تعالي جربي ريحي وطفي نار تباريحي تهاود مركبك ريحي ويبقى الوصل بينا حلال. ده انا عشقك ومجنونك بدرت الحلم في عيونك سرح في العالي زيتونك شجر اخضر على غصونه بيتعانق صليب وهلال. يا ست الكل يا طهرة يا ست الكل يا طهرة يا ام السد والقهرة يا قهرة كل عاديكي يا قهرة كل عاديكي على جراحي اعديكي وحاديكي وداديكي وارجيكي من الحساد وعزالك واجراك بفناجيني واجراك بفناجيني فناجيني اناجيلك على رمشي اعديلك واغنيلك مواويلك واحفظ لك تراتيلك ما انا حالف اراضيكي ومت على اراضيكي ما انا حالف اراضيكي ومت على اراضيكي ما انا عشقك ومجنونك بدرت الحلم في عيونك سرح في العالي زيتونك شجر اخضر على غصونه بيتعانق صليب وهلال. الله ايه حاله العيش الفظيعه للبلد يعني الناس كلها حاجه جميله. الله يخليك. انا وحضرتك بتتك على الكلام اللي فيه جناس زي ما قلت لنا. فيه جناس وفيه صوره يعني حضرتك شوفي لما تمزجي الصليب وشجره سلام زيتون فيها الصليب والهلال بيتعانقوا فيها مع بعض. وانا نفسي بقى المنتجين اللي حاليا بيتجهوا يعني معلش انا مش عايز انتقد حد بالاسم نرجع للتراث نرجع للناس المثقفين اللي بيكتبوا. للاسف ثقافه الاغنيه حاليا بتعتمد على ثقافه سواقين الميكروباص وهكذا. صحيح. احنا عايزين نعلى بالخطاب او بالغنوه او بالفن لان الفن لا ينفصل عن وجدان الشعب. عايزين نتذوق الكلمات يعني انا قاعد مستمتع جدا بالكلام اللي انا سامعه فناجيلك فانا اجيلك وفناجيل يعني ايه الحلاوه دي. ربنا يخليك. هو في مسابقات لشعر الواو او في منتديات مثلا بتستضيف شعراء الواو ولا ده حاجه احنا ممكن كده لو سيبناها تنقرض؟ والله هو في يعني بصراحه ربنا يديه الصحه الشاعر عبد الستار سليم عامل دراسات عن الموضوع ده وهو من رواد فن الواو برضه وبيكتب فن واو وليه قصايد كتيره لكن حتى الان ما فيش حاجه رسميه للموضوع ده لكن بيتم النشر عن طريق هيئه قصور الثقافه زيها زي اي فن اخر. ما فيش بالشكل ده. كان زمان قبل وسائل الاعلام الحديثه زي ما قلت لحضرتك كان في حلقات وتباروا في فن الواو يعني زي مثلا في العصيرات في فتره من الفترات كان عندنا شاعرين كانوا بيتباروا في الموضوع ده بيرتجلوا واحد يقول مربع والتاني بيرد عليه. واحد اسمه كان عبد اللطيف ابو ماضي وشاعر اسمه عبد المجيد ابو حساب. انا طبعا لما كنت من حوالي 14 سنه حضرتك كنت بلف في القرى برضو كان انا وبدرس في الجامعه وقبلها كده كنت من هوايتي اروح للناس الكبيره اللي عندها 70 80 سنه كده اروح استقي منها واعرف معلومات عن الشعر وعن الفن الواو. فبيذكر مثلا يقول لك
يعني احدى المرات بيقول له سهر الليالي راعبني، سهر الليالي راعبني، جسم العزيمة 3 لما جاورتك راعبني، شهرين ولا 3. رد عليه التاني قال له ايه؟ سهر الليالي راعبني، قطب الولاية حدانا، ان كان عندك ريعبني وتعالى واسكن حدانا. المربع الاولاني حضرتك هو بيقول له سهر الليالي راعبني، يعني سهر الليالي مخوفني، فجأة اسكن جنبك وتراعي ولادي، وتراعي ولادي. فالتاني رد عليه قال له تعالى، ده المكان عندنا مبارك وفي يعني اولياء، قطب الولايه يعني في اولياء، وان كان عندك فلوس تعالى ابني، ان كان عندك ريع، كلمه ريع بتستخدم اللي هي خير الزرع، ويتم استخدامها مجازا يعني المعنى المالي يعني والفلوس. طب استاذ امير، ممكن نختم مع حضرتك الفقره بشعر اخير ليك نسمعه، يعني علشان وقت الفقره بينتهي وانا مستمتعه بشعر حضرتك، واكيد الساده المشاهدين برضو مستمتعين معاك. يا ريت كده حاجه بسيطه طبعا وحاتم اكيد. اسمعكم قصيده درويش، حاجه جديده انا كاتبها من فتره كده يعني. اتفضل. بقول دايب قلبي في هواكي وانتي مش حاسه بيا، شهدك مكسوم لغيري ومرك مكتوب عليا، دايب قلبي في هواكي وانتي مش حاسه بيا، شهدك مكسوم لغيري ومرك مكتوب عليا، يا زرع عمري بفدادينك انا موت فداكي وفدا دينك، يا زرع عمري بفدادينك انا موت فداكي وفدا دينك، وادفع حياتي في دينك لو بس تحس بيا. درويش. طول عمري واقف مستني في طابورك اللي ما بينتهيش، فرجت للناس لحم ودمي، قصقصت فيا ما خلت ريش، وانا اللي بحلم على قدي اني في هواكي اموت واعيش، درويش وسارح في دروبك عطشان محبه ما تحرمنيش، ضيعت ليه حلم الوردي، دبلان نهارك على خدي، بردك بقى يرعش يدي، وغطانا اصبح ما يكفيش. في ناس بتسكن في جلاعك، في ناس بتسكر بوجاعك ومسكناهم في جلاعك، وان كنت راضيه باوضاعك الحال ده والله ما يرضينيش، فيك الحلنجي وابن الناس، فيك اللي دسنا وبينداس، عملت فيك الخد مداس، لا طلت فيك حصير ولا خيش. الله الله الله، الاوضاع دي هتتغير ان شاء الله يا رب. هنطول كل حاجه في بلدنا باذن الله، ومش هتقتصر على ان احنا يعني في ناس تسكن القلاع وناس تسكن العشش، ان شاء الله كل ده هيتغير باذن الله. يا رب. نورتنا وشرفتنا الشاعر امير العسيري، شكرا جزيلا لحضرتك. ربنا يخليك يا فندم، كل سنه وانتم طيبين، وانا سعيد جدا بيكم. طيب عايزين نفكر دايما ان مصر جميله، عايزين نفكر دايما ان كل حاجه حلوه هنا في البرنامج هنقدمها، ونحاول ان احنا نبص لبكره، ناخد من الماضي نبني عليه النهارده عشان نعيش بكره في مستقبل جميل، صح كده؟ يا رب. ودينا بعد الفاصل هيكون بقى معانا بكره يا حاتم. معانا مين بعد الفاصل؟ معانا شباب، شويه شباب جميل جدا بقى. الناس دي قاعده بتحب بلدها جدا، وعماله بتفكر تبتكر تخترع تعمل ايه للبلد. اختاروا حاجه غريبه جدا، اختاروا ان هم يطلعوا طاقه منين؟ من حاجه احنا كلنا ممكن يعني نتضايق منها واحنا ماشيين سايقين العربيه، وفجاه ايه؟ مطب صناعي، يا خبر ابيض، هدي امشي بالراحه، مش عارف ايه لازمه المطب، المطب ده بيطلع منه طاقه ازاي؟ ده للشباب القمر الجميل اللي هيبقى معانا، 3 شباب زي الفل، محمد وعبد الرحمن هيبقوا معانا، هيحكوا لنا ازاي يقدروا يطلعوا الطاقه ونستفيد بيها ازاي بعد الفاصل. ميرسي خالص.